لما بيأذينا حد ما بنبقاش عارفين نسامحه وننسى ولا نفتكر أذيته لينا في كل لحظة، وخصوصا لو أذيته لينا كانت سبب في كسرتنا وضعفنا. انت ما بيبقاش مطلوب منك تنسى اللي حصل، وما بيبقاش مطلوب منك تمسحه من عقلك، لكن المطلوب منك انك تعيش حياتك وتسعد نفسك، وإنك تعرف إنك مسؤول عن حماية نفسك من الهم والغم، وإنك تريح عقلك ويكون عندك مهارة البعد عن التفكير في أي حاجة بتتعبك، وإنك توصل لدرجة لما تفكر في اللي فات تفتكره كدرس مش كمعاناة. التجاوز مش إنك تنسى اللي حصل لك، لكن التجاوز إنك تفتكر كل شيء وما تتأثرش. سيدنا يوسف منسيش اللي حصل له من إخواته، لكن عداه ودعالهم بالمغفرة، وهي دي القوة الحقيقية، إنك تبقى فاكر وتسامح وما تتأثرش. ولو ما قدرتش تعمل ده فحاول على الأقل شوية توقف تفكيرك وتحط همومك وترتاح عشان تعرف تكمل. فتذكرك الدايم لمشاكلك وأذية الناس ليك بالظبط كأنك شلت كوباية فيها شوية مية، واللي بيتصور لك في البداية إنها مش مسببة لك أي ضغط، لكن الحقيقة إنك لو فضلت ماسك ورافع الكوباية دي لمدة أطول هتأذيك وتتعبك. فلو رفعتها لساعة ممكن تحس بألم في إيديك، لكن لو رفعتها ليوم كامل أكيد هتروح المستشفى. الكوباية وزنها واحد وما تغيرش، لكن الحقيقة إن كل ما طالت مدة شيلها كل ما زاد وزنها. فمشاكلنا وأذية الناس لينا زي الكوباية دي بالظبط، لو شلناها وافتكرناها في كل وقت لازم هيجي الوقت اللي مش هنقدر نكمل فيه. فالمشاكل وأذية الناس ليك مع الوقت تقلها في القلب هيزيد، عشان كده لازم تحط الكوباية وترتاح شوية عشان تعرف ترفعها تاني وتواصل. لازم تحط مشاكلك من فترة للتانية على جنب وما تفكرش فيها. فلما ترجع من شغلك حط كل مشاكلك وما تدخلهاش معاك بيتك، وما تقلقش، فهي هتكون مستنياك بكرة في نفس المكان. وخليك عارف إن إدارتك لمشاكلك أهم من رفعها.